بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا البامية بقى مالية السوق. يلا بينا ايه نخزن شوية بامية. انا جبت النهاردة ايه 2 كيلو، قلت اخزنهم كده معاكم. هوريكم ايه طريقتين لتخزين البامية، مش طريقة واحدة، والطريقتين اسهل من بعض واحسن من بعض. حصري عندنا مش طريقتين لتخزين البامية. الاول انا بمسك الباميه اغسلها وهي لسه ما اتقمعتش. في ناس بتغسل الباميه بعد ما بتتقمع، دي براحتها، بس انا اللي بحب اغسل الباميه قبل ما بتتقمع وهي كده كده نظيفه، ميتها رايقه ونظيفه. طبعا شطفتها، فتحت عليها الحنفيه برضو شويه، اغسلها غسله نظيفه كده واحطها في المصفى ايه تتصفى شويه اهي. على قماشه بقى او حاجه نظيفه، على صينيه، وافضيها، اسيبها بس في المصفى تصفي الميه بتاعتها. وادي قماشه نظيفه كده على صينيه، وهروح ايه مفضيه عليها الباميه، بس لما تصفي الميه بتاعتها كويس، عشان ما الميه ما تبلليش القماشه اللي محطوطه دي. افضي هنا ايه الباميه واسيبها كده تحت المروحه، تحت المروحه. مش هروح مش هحطها في الشمس، اوعي تحطيها في الشمس، هتدبل منك. تحت المروحه كده، او زي ما هي كده مكانها، هتنشف مكانها. كده كده حاطينها في المصفى، مصفيه الميه اللي فيها، والقماشة هتشرب الشوية اللي فاضلين وهتلاقيها نشفت معاكي وجميلة كده. بقى احنا طلعنا بره في الهوا عشان النور كان قطع، ويلا بينا ايه، هي نشفت خالص. يلا بينا ايه نقمع شوية البامية بتاعتنا اهي، نشفت خالص. هوري بقى للبنات اللي ما بيعرفوش يقمعوا البامية ازاي. انا اللي علمتني البامية دي تقميع البامية، الله يرحمها بقى، ستي مرات عم امي، كانت تقعد تقمع البامية وتقعدني جنبها، اتعلمتها. يعني انا مش هقول ان انا اتعلمتها لوحدي، والله اتعلمتها منها اهي. شايفين بالراحة كده، انا بمسك السكينة اهو، لان في ناس ما بتعرفش تقمع البامية اصلا، او لسه بنات بقى عايزة تتعلم وكده. فاحنا اهو طبعا انا عارفة ستات البيت كلهم شاطرين، انا مش بعلم الكبار والله، انا بعلم البنات الصغيرين اللي ما بتعرفش تقمعها اهي. اي واحدة كمان. طبعا انا مش هوريكم البامية كلها وهي بتتقمع يعني اهي. انا بحب افتحها من فوق كده فتحة صغيرة، مش بحب افتحها من الجنب، علشان هتتفتح من الجنب لما تستوي هتسيب من بعضها، وانا ما بحبش اشوف البذر بتاع البامية، اما بزعل. ما بحبش، بحب البامية كده سليمة، ما بحبش البامية مهرية، مش بحب اشوف البذر بتاعها. طبعا هنخلص بقى ايه كمية البامية بتاعتنا. ما بحبش، شايفين انا مش بحب اقطعها من الجنب كده. نخلص بقى كمية البامية بتاعتنا ونيجي نشوف هنعمل بعد كده فيها ايه. انا هوريكم بس الشوية من اللي انا قمعتهم اهي، بسهولة خالص، واحدة واحدة. ايديك هتتعود. مفيش حد بيجي على الدنيا وهو متعلم كل حاجة، احنا كلنا بنتعلم وبنتعلم من بعض، ومش عيب اللي يتعلم، مش عيب. وادي كده احنا خلصنا البامية. طبعا يا جماعة عشان ما اكدبش عليكم، انا سبتها شوية وقمت عشان جارتي كانت بتخبز وكده، وكانت عايزاني اقرص لها العيش، فانا سبت البامية شوية وقمت. طبعا نيجي بقى ايه على البوتاجاز، في حلة وحطيت مية تسخن وعصرت فيها ليموناية. دي اول طريقة للتخزين البامية. انزل بقى ايه البامية في المية قبل، يعني المية وهي سخنة، وهسيبها ولع عليها شوية، يعني تقريبا 5 دقايق، فيهاش الا ليموناية بس. غير كده لا، هسيبها على النار كده لما احس ان الخضار بتاعها بقى اكتر من الحمار ده. انا بحب احط على البامية حمص الشام. دي الطريقة التانية، ان انا هقللها بصلاية، هسبك لها شوية صلصة، حبة حمص الشام كده منزله مع البصلاية، وقرن فلفل حامي
وادي البامية بتاعتنا اهي، شايفين بدأ لونها يخضر كمان اهو. لسه برضو بقلب فيها. انا سبتها حوالي 5 دقايق. اصل المية مش بتغلي يعني، يا دوب هي المية سخنة وانا بقلب فيها عشان بس الخضار بتاعها ده ايه يزيد اهي. وهنا البصلية بتاعتي ايه واخده بالي منها برضو، يعني ايد هنا وايد هنا اهي. كده البامية يعتبر خلاص. كده هطفي عليها واطلع البامية على، انا كنت حاشة شوية بامية تانيين لدي، يعني انا ما بوختش البامية كلها، اللي هعملها في صلصة مش هبوخها. هنا في مية بتلج، مية بتلج، هطلع البامية على مية متلجة على طول، حاطة فيها تلج اهي. عايزة تفضيها في مصفى على الحوض على طول وبعد كده تحطيها في المية براحتك. بس انا بالنسبة لي جبت المية حاجة جنبي وحطيت فيها تلج وطلعت فيها البامية. هنا بقى ايه شوية الصلصة تسبكوا. ناخد بالنا هنا بقى، انا يا دوب بقلبها. طبعا حطيت لها شوية سكر وشوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود، بهاراتها يعني. يا دوب بقلبها، مش هتستوي، مش هتغلي حتى غلوة، يعني هي مش هتغلي غلوة. انا كده طفيت عليها اهي. انا مش عايزاها تستوي، مش عايزاها تاخد غلوة حتى في الصلصة، هي زي ما هي كده اهي. كده طفينا عليها، بس هنسيبها تبرد. احنا كده خلصناها. ودي طبعا صفيناها وحطيناها في تلج لما بردت، وفي اكياس من بتاعة التلاجة. حتة فلفلاية حامية كده عليها، وهنعبي بقى على قد الايه الطبخة بتاعتنا. اسهل من كده مفيش. لو عندك شوية بامية كده وجبتي بزيادة شوية اعمليهم كده. ممكن تطبخيها كلها وقبل ما تغلي تروحي مثلا شايلة شوية منها برضو، في اي زنقة هتطلعيهم للناس اللي بتشتغل، اللي بتيجي من شغلها مستعجلة، يا دوب هتطلعي الكيس يفك يستوي. اللي هي بالصلصة دي اللي معاكي دي كده اهي، دي جاهزة. انت يا دوب هتطلعيها تسويها. احنا مرضناش نسوي فيها اي حاجة عشان ما تتهراش في الفريزر اهي. كده هي الصلصة البامية بالصلصة بتاعتها تطلع تفك تستوي على طول. وحمص الشام في البامية ده اختراع، انا اولادي بينقوه من الطبيخ. ادي كده عندنا وصفتين وطريقتين زي ما قلت لكم لتخزين البامية. جربوا الطريقة اللي تعجبكم، الاتنين احسن من بعض. انا بالنسبة لي بعمل اكتر حاجة اللي هي بالصلصة، بتريحني بعد كده. ساعات مثلا ما بقى ماليش نفسي اطبخ النهارده، مكسله تعبانه مش فاضيه، اروح شاده الكيس واحطه يفك براحته يفك لوحده، واروح مفضياه ان كده كده هي مش مستويه، اروح مفضياه في الحله هيستوي. وادي الباميه بتاعتنا. يا رب يا رب الطريقه تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم اهي. ايه رايكم؟ ما تنسوناش في التعليقات واللايكات، ويا رب الوصفه بتاعتي تعجبكم. احلى حبايب واحلى اخوات واحلى متابعين. شكرا 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 لكم.